بينما هم جالسون مع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام، فإذا به عليه الصلاة والسلام يشير إلى باب من أبواب المسجد ويقول: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. الصحابة جعلوا يلتفتون إلى الباب: من سيدخل يا ترى؟ من سيدخل؟ فإذا برجل يدخل تقطر لحيته ماء، قد شمر كميه عن ساعديه، وقد جعل نعله تحت إبطه، رجل غير مشهور غير معروف عندهم. دخل الرجل وكبر وصلى ركعتين ثم خرج. في اليوم الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. يدخل الرجل نفسه. اليوم الثالث: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. يدخل الرجل نفسه. عبد الله بن عمرو بن العاص كان صحابيا شابا لكنه حريص. قام عبد الله بن عمرو بن العاص والرجل ذاهب ومشى وراءه، وجعل يمشي وراءه حتى وصل الرجل إلى بيته. أراد عبد الله بن عمرو أن يسكن مع هذا الرجل في بيته يومين أو ثلاثة، لأجل أن يعرف ما هي الأذكار التي يقولها، ما هي القراءة التي يقرأها، ما هي العبادة التي يتعبد بها، حتى يعرف يا أخي كيف هذا صار من أهل الجنة. فقال له عبد الله بن عمرو لذاك الرجل، قال: يا رجل، إنه قد وقع بيني وبين أبي ملاحات. ما معنى ملاحات؟ أحسن، سوء تفاهم، مجادلة بالكلام. وقد حلفت أن لا أدخل بيتنا 3 أيام. هو طبعا عمل عليه تورية، يمكن وقع بينه وبين أبيه مجادلة قبل 5 سنوات، وحلف الآن أن لا يدخل بيته 3 أيام. لكن الرجل فهم أن الملاحات وقعت وأنه حلف بعدها مباشرة. هذه يسمونها العلماء تورية، أن تقول شيئا أنت تعني شيئا والذي أمامك يفهم شيئا آخر. قال: وقع بيني وبين أبي ملاحات، أقسمت ألا أدخل بيتنا 3 أيام. ممكن أجلس عندك في البيت؟ قال: طيب تفضل. جلس عبد الله بن عمرو عنده في البيت، يقول: أريد أن ألاحظ الرجل كيف يصلي، كيف يتعبد. فإذا الرجل عادي، يعني إذا انقلب ذكر الله أثناء نومه، لكن ما في شيء معين يجعل عبد الله بن عمرو يلاحظ ويقول: لأنه يقرأ هذه السورة، لأنه يحفظ هذه الآيات. مر اليوم الأول عادي، اليوم الثاني عادي، اليوم الثالث عادي. انتهت 3 أيام. فلما انتهت أقبل عبد الله بن عمرو إلى هذا الرجل وقال: يا أخي، والله إنه ما كان بيني وبين أبي ملاحات صراحة، ولا قلت لن أدخل بيته ولا شيء، لكن أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يقول: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، وكنت أنت الذي تدخل. فبالله عليك ما هو العمل الذي بلغك هذا المبلغ؟ بالله أخبرني. قال ذلك الرجل: والله ما هو إلا ما رأيت، ما عندي عمل إلا الذي رأيت. قال: طيب عبادة معينة، صلاة معينة؟ قال: والله ما هو إلا ما رأيت. عبد الله بن عمرو شعر أن مشواري هذا وجلوسها 3 أيام ما نفع، يعني ما خرجت بشيء. قال: طيب جزاك الله خير وبارك الله فيك، وولاه ظهره ليذهب. فقال ذلك الرجل: تعال. فأقبل إليه. قال له: والله ما هو إلا ما رأيت، غير أني لم أبت ليلة وفي قلبي غل أو حسد على أحد من المسلمين. فقال له عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغتك، وهذه التي لا نطيقها. أنا قد أطيق أني أصلي 20 ركعة، أطيق أني أقرأ 5 أجزاء، ما في مشكلة، أطيق أني أصوم الاثنين والخميس، اثنين والخميس، لكن أن أصفي قلبي على إخواني المسلمين، هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها.